السلام عليكم ورحمة الله. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. صيانة خدمات مياه تسني. دعوة للعمال للحكومة تعزيز دورهم الرائد. وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يجتمعان فيما تتصاعد التوترات مع أوكرانيا. جرح في ألمانيا بانفجار قنبلة في مخلفات الحرب العالمية الثانية. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوبي والقاشبرك قد أظهرت إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا، وقد ظهرت 12 إصابة في الإقليم الأوسط، 7 منها في مركز العزل و5 في مراكز الفحص، 2 في قدايف وواحدة في كل من وسط المدينة ومينفحي وقرع، و5 إصابات في مراكز الفحص في مايدما في الإقليم الجنوبي، وإصابتان في بارنتو في إقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 12 مريض كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7412، شفي منه 7143 وتوفي 60 مريض، فيما لا يزال 209 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 2 ديسمبر لعام 2021. بدأت خدمات مياه مدينة تسني في جميع أجزاء المدينة للقيام بأعمال الصيانة بعد اقتصارها في أجزاء محدودة لعامين لعطل فني في البئر الأساسي. وأوضح مسؤول خدمات مياه تسني السيد عثمان حسن أن الحكومة قامت بإرسال البنى التحتية اللازمة لتأمين مياه المدينة قبل 10 سنوات، غير أن العطل الذي أصاب البئر الأساسي من 3 آبار في نهر القاش لمشروع المياه أدى في نقص المياه عن أغلب أجزاء المدينة، وقد حلت المشكلة حاليا. وذكر مسؤول الإدارة والمالية في خدمات مياه تسنية السيد عيسى حقوس أن السكان يحصلون على مياه الشرب الصالحة بالصنابير ونقاط التوزيع بفضل البنى التحتية الحديثة، مشيدا بتعاون إدارة الإقليم القاشبركة لصيانة مشروع المياه. وحول تعرفة المياه أوضح بأن التعرفة للبرميل هي نقفتين و20 سنتيما بالمواسير في المنازل، وفي المرافق والمؤسسات نقفتين و80 سنتيما، وفي نقاط التوزيع يكون سعر البرميل 4 نقفات. وأعرب السكان عن ارتياحهم لصيانة مشروع مياه مدينتهم. وأوضح مسؤول خدمات مياه مدينة تسنية سيد عثمان حسن وجود خدمات المياه في 10 ضواحي في مديرية تسنية باستثناء ضاحية عد عمر، ويوجد برنامج لحل المشكلة. وتفيد وثائق مكتب خدمات مياه تسني مد حوالي 4000 أنبوب إلى المنازل والمؤسسات ونقاط التوزيع لضمان خدمة المياه في المدينة. دعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى عمال المؤسسات الحكومية تعزيز دورهم الرائد للدفع ببرامج التنمية وتطوير المؤسسات الخدمات الاجتماعية. جاء ذلك في اجتماع الذي عقده يوم 29 من نوفمبر المنصرم للعمال والشعب. وقال أن مديرية حقات لديها أراضي زراعية خصبة، ولأن الإنتاج يعتمد على حماية المياه والتربة يجب الدفع بأنشطة النفير التي بدأت مسبقا ومساعدة أسر الشهداء والمحتاجين. وشرح الخطة الموضوعة لإجراء انتخابات إدارات الضواحي وأهدافها. من جانبه أوضح المدير العام للإدارة والمالية في إقليم عنسبة سيد كبرو من رأيه العمل الجاد لتقوية علاقة العمل في المؤسسات لتقديم خدمات جيدة وسريعة والقيام برقابة جادة على الإيرادات والمنصرفات المالية.
وطالب المشاركون في الاجتماع إيجاد حل جذري لمشكلة مياه الشرب وتطوير مستشفى حقات بالكادر الصحي والمعدات، ومنح أماكن عمل للأسر المحتاجة التي تدعمها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وحل مشكلة مياه المؤسسات الصحية في بوغو وكرمود، وفتح فرع بنك التجاري في مدينة حقات وغيرها من التوصيات والآراء. أكد الإريتريون المقيمون في جوبا وضواحيها بجنوب السودان في السيمينار الذي عقدوه يوم 28 من نوفمبر المنصرم بشعار التعبئة واجب مرحلي، أكدوا جاهزيتهم للدفع ببرامج التصدي. وأوضح مسؤول الشؤون القنصلية سيد صقاي محري الأوضاع في البلاد والمنطقة، وقال إن تعزيز المهام السياسية والدبلوماسية والإعلامية ضرورة مرحلية. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد فؤاد محمد عدائيات إعاقة السلام في المنطقة وتأثيراتها، ويجب مواصلة التصدي الذي هو عماد استمراريتنا وازدهارنا. وشجب المشاركون الحظر الأحادي غير القانوني المفروض على إريتريا، متعهدين الإيفاء بكل المتطلبات. من جهة أخرى، عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع أوروبا اجتماعها السنوي يوم 27 من نوفمبر افتراضيا، وقدم في الاجتماع الذي شاركت فيه ممثلات من 9 دول أوروبية هي الدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والنرويج والسويد وسويسرا، تقريرا عن الأنشطة العامة. ووضع الاجتماع البرامج المستقبلية، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب والحكومة لمواجهة العدائيات وحملات التشويه ضد إريتريا. أوضح مكتب القانون والنظام في مدينة عدقية اتخاذ خطوات جادة لتصحيح الأنشطة التجارية غير القانونية. وذكرت مسؤولة المكتب السيدة جابرييلا تبارخ تنفيذ إجراءات عقابية مالية في المتاجر التي ضبطت فيها مواد استهلاكية منتهية الصلاحية وبيع الأكياس البلاستيكية والعمل التجاري دون ترخيص. وأشارت إلى فرض غرامات مالية على منتهكي تعليمات مكافحة كورونا للمتاجر والأفراد. ودعت المتاجر والأفراد احترام القوانين ومنح الأولوية للسلامة الصحية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. يلتقي وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي في السويد في وقت بلغت التوترات بشأن أوكرانيا ذروتها، وفيما أعلنت واشنطن أن لديها أدلة على استعدادات روسيا لغزو كييف وهددتها بفرض عقوبات قاسية. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع منطقة الأمن والتعاون في أوروبا الذي يعقد في ضواحي ستوكهولم ومشاركة 50 وزيرا. وتحذر كييف وحلفائها الغربيون منذ نوفمبر من زيادة تعزيزات القوات الروسية على حدود أوكرانيا واحتمال حدوث غزو. من جانبها تنفي موسكو التي تتهم بدعم الانفصاليين الذين يقاتلون كييف لتخطيط الهجوم، وفي المقابل تحمل حلف شمال الأطلسي مسؤولية تأجيج التوترات. وفي اجتماع الناتو الأربعاء في ريغا، قال بلينكن أنه قلق للغاية من الأدلة التي تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع خططا لتحركات عدوانية ضد أوكرانيا. أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة لمبلغ 41 مليار دولار على الأقل في عام 2022 لمساعدة 183 مليون شخص في العالم، مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19 والنزاعات وتداعيات التغيير المناخي.
وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن يكون 274 مليون شخص على مستوى العالم بحاجة لمساعدة طارئة العام المقبل، ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2021 والذي سجل أرقاما قياسية. ويعني ذلك أن شخصا من بين 29 سيحتاج لمساعدة في عام 2022، وهي زيادة بنسبة 250% منذ العام 2015 عندما كان كل شخص من كل 95 بحاجة لمساعدة، حسب ما أكد مكتب الأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية. أعلنت السلطات الألمانية أن قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية انفجرت في ورشة بناء قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية في ميونخ، في حادث أسفر عن سقوط 4 جرحى وتعطيل حركة القطارات لبعض الوقت. وقالت الشرطة أن إحدى الجرحى الأربعة إصابته خطيرة. من جهتها قالت شركة السكك الحديدية دوتشي بان أن القنبلة انفجرت أثناء حفريات كانت تجرى بالقرب من جسر يتعين على كل القطارات عبوره للدخول إلى المحطة المركزية والخروج منها. ولم يوضح الوزير لماذا لم تكتشف هذه القنبلة قبل أن تنفجر، لا سيما وأن مواقع البناء في ألمانيا تخضع في العادة لعمليات بحث عن قنابل غير منفجرة يمكن أن تكون مدفونة فيها قبل الشروع في عمليات الحفر. وبعد 76 عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تزال ألمانيا مليئة بالقنابل غير المنفجرة، والتي غالبا ما يتم العثور عليها في مواقع البناء. قبل أكثر من 500 سنة كان محاربو الأزك فيما يعرف الآن بالمكسيك يرهبون خصومهم بعصا خشبية تبرز منها شفرات حادة من حجارة شديدة القسوة على جانبيها لإلحاق إصابات مروعة بالأعداء في ساحات النزال. قال علماء أن الديناصورا مدرعا تم التعرف عليه مؤخرا، وكان يسكن منطقة باتاغونيا في تشيلي. كان يرهب خصومه لصد حيوانات مفترسة قبل حوالي 74 مليون عاما، مستخدما ذيله الذي يشبه سلاح محاربي الأزتك. وكان الديناصور ستيغوروس مخلوقا نباتيا من ذوات الأربعة، ويمثل استخدامه للذيل المدبب نموذجا لسباق التسلح في عصر الديناصورات في صراع البقاء بعالم محفوف بالمخاطر. وقبل الختام تذكير بأهم العناوين. إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. صيانة خدمات مياه دسني. دعوة لعمال الحكومة تعزيز دورهم الرائد. وزير الخارجية الأمريكي والروسي يجتمعان فيما تتصاعد التوترات مع أوكرانيا. الأمم المتحدة بحاجة إلى 41 مليار دولار لتقديم مساعدات طارئة. جرحى في ألمانيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. انتهت النشرة، وإلى اللقاء.